ستوري تايم. الستوري تايم بتقول تمرة كانت السبب في الملايين. ازاي بقى؟ ان كان في ست اماراتية ماشية في سوق التمر في السعودية. السوق ده مفروض ان هو فيه اغلى واحسن انواع التمر. كانت ماشية وبتشوف التمر وبتشوف هتشتري ايه ومش هتجيب ايه. لقت في نوع محدش بيجي جنبه خالص ورخيص جدا، محدش بيشتريه اصلا. سألت الراجل، قالت له اشمعنى النوع ده محدش بيجي جنبه؟ اشمعنى النوع ده محدش بيشتريه؟ قال لها عشان وحش، ملهوش طعم، محدش بيحبه. قالت له طب خلاص اديني الكمية كلها. الكمية كلها كانت 10 كيلو. اخدتها وسافرت بلدها الامارات واخدت رخصة تجارة. بدأت غلفت التمر ده، غلفته وحطته في باكيج حلو وبدأت تنزل تبيعه. بس باعته على أساس إيه؟ باعته إن هو ده لمرضى السكر وللناس اللي بتعمل دايت. وباعت الواحدة، التمراية الواحدة ب3 درهم، يعني كان بتمن الكيلو من اللي هي جابته. كسبت ملايين كتيرة قوي قوي. وبدأت الفكرة تولد معاها ان هي تعمل نفس الموضوع تاني وتجيب نفس التمر تاني، وبقى عندها بيزنس كبير جدا من بعد اللي هي عملته. الفكرة بقى في ايه؟ ان هي فكرت بره الصندوق. هي ما فكرتش ولا قالت لا التمر ده محدش بيحبه، لا مش هينفع ان احنا حد يستخدمه. هي فكرت ازاي توظف ان الحاجة اللي محدش بيحبها ان هي تخليها تبقى اغلى من بقية الانواع اللي الناس بيحبوها. عجبتني قوي القصة دي بصراحة، وحسيت ان هي فيها حاجات كتيرة قوي ممكن نتعلمها. يا رب نبقى استفدنا منها كلنا.